سلام، صحة فطوركم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. على بالي بلي كامل تحيروا واش ديروا دوزيام بلا. انا واحده منكم. اليوم جبت لكم الجلبانه والزروديه بالدجاج من اروع ما يكون. يجي بنين بنين وحلو كي العسل. نتمنى البنات تجربوه، سورتو كي تحمروا هذاك الدجاج. الله الله، ما عندي ما نقول لكم، شهيتكم في الجنه. شوفوا معايا المكونات. نحتاج الدجاج، انا درت لاكويس، ربيطه صغيره تاع المعدنوس، زروديه، التوابل، ملح، فلفل كحل، كركم، حبه بصله كبيره، غابي، والجلبانه. فيت نجرة، درت شويه زيت مع شويه سمن، كما قلت لكم السمن يعطي بنه للماكله. قليت هذيك لاكويس ديالي، من بعد حطيت البصله اللي كنت رابيتها، المعدنوس والتوابل، ونخليهم يتقلاو غير بالعقل حتى يذوب ليه هذاك البصل. شوفوا قد ما تقلوا الماكله ديالكم على نار قليله راهي رايحه تجيكم بنينه. وهنايا زدت الزروديه، وراني رايحه نزيد الجلبانه، نزيد نخليهم يتقلاو باش هاد الخضرات تطلق الماء ديالها. والافان نمرق بالماء، وننصحكم تمرقوا بالماء سخون وما تكتروش، يعني مرقوا حاجه قليله. نخلي الطبق ديالي يطيب على نار مهيله هكا باش يتجمر، ومن بعد نوريه لكم في صحن التقديم. هاوليك الطبق في شكله النهائي. شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله، مجمر ومحمر كيما يحب الخاطر. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. انا نخليكم، نتمنى لكم ليله سعيده وصحه سحوركم.